تعالوا بقى نشوف مع بعض القلم التاني هنزينه كده ونحوله لشكل نحلة كيوت جدا. هختار كده صلصال الفوم الاصفر والاسود عشان نبدأ نكون جسم النحلة. اول حاجة كده هجيب دلوقتي صلصال فوم باللون الاسود، هاخد منه كده قطع صغيرة وهبدأ كده ان انا اشكلها على هيئة اسطوانة علشان نبدأ نلفها كده على القلم الرصاص وتبقى بداية جسم النحلة كده. بعد ما عملت الاسطوانة بالشكل ده هبدأ ان انا اقسمها بالنص عشان هاخد جزء صغير كده، هبدأ كده اسويه بالشكل ده. وبعد كده بقى هجيب القلم الرصاص كده ومن عند الجزء اللي فوق ده كده وهبدأ اثبت طرف الصلصال والف الجزء اللي باللون الاسود ده بالشكل ده. بعد كده هنجيب قطعة صلصال فوم باللون الأصفر وهنبدأ ناخد كده قطع صغيرة من العبوة بالشكل ده، وهبتدي إن أنا برضو أشكلها كده على شكل اسطواني ونثبتها فوق القطعة اللي باللون الأسود اللي احنا عملناها كده. من عند بداية النهاية بتاعة اللون الأسود اللي احنا عملناه هنبدأ نلزق الخط الأصفر ده كده ونلفها برضو على شكل حلزوني كده. بعد كده هنجيب قطعة تانية باللون الأسود وهنبدأ إن احنا نثبتها فوق اللون الأصفر بالشكل ده، وهنكرر نفس اللون تاني بقى باللون الأصفر فوق اللون الأسود لحد ما يدي شكل كده جسم النحلة والخطوط المميزة للنحلة. وده كده بقى جسم النحلة بقى جاهز معانا. هنبدأ بقى نعمل كده الدماغ. هجيب كده قطعة صلصال فوم باللون البيج وهبدأ إن أنا أعمل كده كرة صغيرة ونثبتها كده عشان تبقى دماغ النحلة. بعد كده بقى هجيب قطعة صلصال فوم باللون الأسود وهبدأ إن أنا أعملها على شكل اسطواني وهضغطها كده علشان تبقى شبه الشريط العريض بالشكل ده. هبدأ بقى إن أنا أثبتها كده فوق دماغ النحلة علشان كأنها تبقى طاقية كده أو بتكمل شكل الدماغ بتاعة النحلة. وبأداة التشكيل دي كده ببدأ إن أنا كده أسوي شكل الطاقية من قدام كده من عند الوش، ومن الظهر كده ببدأ إن أنا أنعم الصلصال بتاع الفوم الأسود كده عشان يبقى شبه الدماغ أو أغطي كده شكل الدماغ من ورا. ودلوقتي هنعمل كمان الجناحين بتوع النحلة. هنجيب كده صلصال فوم باللون الأصفر وهنعمل منهم كورتين صغيرين وهنشكلهم كده. هبدأ إن أنا أضغط كده الكرة بالشكل ده وبإيدي كده هظبط كده شكل الجناح وهبدأ إن أنا ألزقه على ظهر النحلة بالشكل ده. والكرة التانية هبدأ أضغطها وهشكلها بإيدي كده برضو بنفس الطريقة وهثبتها كده على ظهر النحلة بالطريقة دي. وهبدأ بكده بأداة التشكيل أثبت كده الجناحات من ورا وأنعمهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان يثبتوا أكتر على ظهر النحلة. وبأداة التشكيل اللي جاية مع صلصال الفوم هبدأ ان انا كده اعمل خطوط كده على جناحات النحلة بالشكل ده عشان يديلها تفاصيل اكتر. وبالقلم الفلوماستر الاسود هنرسم العينين كده وهنضيف ابتسامة لطيفة بأداة التشكيل دي كده. وزي ما قلت لكم ممكن تبدلوها بقلم احمر جاف وتبداوا ترسموا كده ابتسامة لطيفة. وبالقلم الاحمر الفلوماستر هنضيف الخطوط كده علشان ندي شكل لطيف اكتر لشكل النحلة. واخيرا زي ما عملنا مع الدعسوقه هنضيف قرون الاستشعار ونحط في اخرها كده كره صغيره باللون الاسود. هبدا كده احط قرون الاستشعار في دماغ النحله بالشكل ده. وبعد كده اجيب كده كرات باللون الاسود من صلصال الفوم وابدا ان انا احطها كده في اخر قرون الاستشعار بالشكل ده. وبقى معانا شكل النحله جاهز. وكده يبقى خلصنا مع بعض تاني قلم على شكل النحله كيوت دي. سهله جدا وما خدتش اي وقت. مش حاسين ان هي شبه شخصيه كرتونيه لطيفه كده كنا بنشوفها في افلام ديزني زمان؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات لو فاكرين اسم الشخصيه دي واول حد هيجاوب صح هقول اسمه في الفيديو اللي جاي.